رقية التعطيل استمريت عليها 3 يوم. جتني آلام مرة في المعدة وحللت طلع معي جرثومة معدة، وسبحان الله بعدها على طول نمت وصحيت على رقية، على مو رقية عفوا، رؤية. إيه بس وعالجت إلى الآن في آلام يعني، وعالجت يمكن أسبوعين الجرثومة، وباقي لسه الآلام في الباطنية بس الحمد لله خفت، بس ما استمريت على رقية التعطيل. طيب تمام. اسمعي، من بكرة الصباح جيبي زبادي روب. إيه. ببرودة البيت، يعني ما يكون بارد حيل، ببرودة البيت. نعم. ايوه يعني استخدم زبادي. اي في امرين تسوينهم اللي احنا تكلمنا عنها قبل فتره، اللي هو زيت الزيتون والتمر. طبقيه اللي حبه التمر بالحبه السوداء يوميا على الريق او قبل النوم بساعه ساعه ونص. حبه سوداء، لو حبه واحده تكفي، تحطين لمده 7 ايام، تحطين داخلها 7 حبات زيت السوداء بالعدد، يعني مو تحطين 25. اعرفكم كرمه يا اهل الدواسر، بعدين تقولين لا والله وانا بنت الدواسر والله احط ملعقه. ما عليك زود. اي حطي 7، حطي 7 خلاص. بعدين غمسيها بزيت زيتون وكليها بالعافيه. هذا بالليل مثلا، اذا كانت عكسيهم يا بالليل يا بالنهار، سوي واحده بالليل واحده بالنهار. الامر الثاني اللي هو زيت شو اسمه الزبادي الروب او اي نوع من انواع الزبادي، وتشيلين منها مقدار ملعقه واحده بس، او خليه زي ما هو، وجيبي ملعقه الاكل اللي ناكل فيها ذي، حطي ليمون الاسود ممسوحه، يعني مو تعبين ذا ممسوح، ملعقه ممسوحه شو اسمه الليمون الاسود. الليمون الاسود، لا تروح تحطين فلفل اسود تحترق المعده بعدين يبلشوني الدواسر. ان شاء الله ليمون قاعد اعيد، ليمون اسود ان شاء الله، ليمون اسود مع الزبادي. مع الزبادي، وحركيه لين يمتزج مع بعضه. بس وصل معنا محمد بن ثاني، الشيخ محمد بن ثاني من قطر، مره في اليوم نور. وبعدين سمي بالرحمن وكليه، خليك على هذا الحال 5 ايام. الزبادي بالنسبه للتمره اقل شيء 7 ليالي متتاليه او صباحيات. يعطيك العافيه. الكل مو بس جرثومه، اي مشاكل بالمريء وبالامعاء وبالقولون بالاشياء دي كلها بمشيئه المولى اللي ما تنام عينه تخلي بطنك بطن طفل توه مولود ما كمل 3 ايام ان شاء الله.